الدروس المستفادة من تعادل نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش: رقم واحد، يا ريت جمهور نادي الزمالك يا ريت يعني ما يفكرش يحكم خالص على جروس دلوقتي الا قبل مثلا 10 ماتشات 15 ماتش، لما الراجل يقعد مثلا شهر اتنين تلاتة نبدأ نحكم على الراجل ده ونقول ده كويس ولا مش كويس. وعامة هو لسه بيجرب وبيكتشف، والحمد لله انا عن نفسي شفت بادرة امل في جروس، ان هو اخيرا لقينا مدرب يقتنع ان مصطفى شلبي لا يصلح لنادي الزمالك، بدليل ان هو لاعب عليه مشلاك، ولما حب يبدل مشلاك لعب محمد حمدي. يعني الراجل بدأ يفكر اهو، لما ملاش حد خالص نزل مصطفى شلبي، والحمد لله شفنا الاداء الكريسي بتاع مصطفى شلبي، يعني عشان كلنا نتأكد ان مصطفى شلبي لا يصلح لنادي الزمالك. رقم اتنين، وده الاهم، ان سكواد نادي الزمالك الحالي يا دوب يفنش، يأهله انه يفنش الدوري مركز مثلا رابع خامس سادس، بس سكواد فعلا فعلا يعني فريق وسط جدول دوري، مستحيلة، صعب قوي ناخد دوري، صعب قوي ننافس على الدوري.